طاهر أبو زيد كلف نفسه ولبس هدومه، نزل من بيتهم وراح طلع في برنامج على الهوا عشان يقول لنا إنه لازم رؤساء الأهلي والزمالك يحشدوا أتوبيسات لجماهيرهم العريضة لتشجيع بيراميدز. أصل بيراميدز بيمثل مصر. أنا مش عارف لعيبة الأهلي القدامى دول إيه اللي جرالهم. الحقد والغيرة من الخطيب بتخليهم يقولوا ويعملوا حاجات غريبة. بعد المهازل اللي شفناها وسمعناها من مصطفى يونس ومن بعديه مجدي عبد الغني، الدور بقى جه على سي طاهر أبو زيد. يعني الناس بتحاول تنسلك الحقد والغل والحركات القرعة اللي عملتها مع مجلس إدارة الأهلي أيام ما كنت وزير، فاكر؟ وحليت مجلس إدارة الأهلي وغصب عنك ورجلك فوق رقبتك رجع مجلس إدارة الأهلي وانت ركبت الزحليقة من الوزارة على الشارع عدل. بعد ده كله جاي دلوقتي عايز الخطيب يحشد أتوبيسات تودي جمهور الأهلي عشان يشجع بيراميدز. انت وقعت على دماغك وانت صغير ولا ايه؟ يلا، الحمد لله ان امثالك ما اسعفهمش الحظ ان هم يمسكوا رئاسة الاهلي او اي منصب مهم، لان رغم عمرك الطويل اللي قضيته في الاهلي شكلك كده ما تعرفش جمهور الاهلي، او عارف وعامل مش من هنا. جمهور الاهلي يا ابو زيد ملوش في السندوتشات والعصير. جمهور الاهلي ما بيجيش ب 200 جنيه ووجبة. جمهور الاهلي لما اتعملت له تذكرة الدرجة الثالثة ب 200 جنيه عشان يعجزوه ما يحضرش الماتش، اشترى التذاكر كلها وحضر الماتش غصب عن عين التخين. جمهور الاهلي يا ابو زيد ما بيشتريش غير تيشيرت الاهلي وما بيشجعش غير الاهلي. اذا كنت عايز تعمل مصلحة او عايز تعمل فيها وطن يا وطنطن مع نفسك تماما، تمسك رئيس بيراميدز، تمسك خرطوم وترش مية براحتك على الاخر، بس بعيد عن الخطيب وعن جمهور الاهلي. خلي بالك، جمهور الاهلي لو حطك في راسه مش هيحلك، وانت كنت لعيب كبير ومش عايزين نقل منك على كبر. وللمرة الأخيرة ليك ولكل من تسول له نفسه ويكلمنا عن تشجيع بيراميدز، سواء بقى بيراميدز ده طلع بيمثل مصر ولا لأ، مصري ولا إماراتي، كل ده ما يفرقش معانا، رغم اننا عارفين ان الحقيقة ان هو بيمثل مصر، لكن مش مطلوب مننا ولا احنا مرغمين اننا نشجعه. مش هتشربوا لنا بالمعلقة يعني. كفاية عليه قوي جمهور الصفوة والحشود اللي بيلمها الوزير من مراكز الشباب. ومن ابو ناهية كده، جمهور الاهلي لو راح واداهم واحدة من تالتة شمال بنهز جبال، بتوع بيراميدز هيعملوا بتبيع على روحهم. فسواء كسب سان داونز خسر بيراميدز برضه ملناش فيه، ناس ما عندهاش دم.